السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده القرص الطريه اللي هي القرص الفلاحي، القرص الصغيره اللي بتتاكل جنب كوبايه الشاي كده. هنعملها بطريقه سهله وبسيطه جدا وبمقادير مظبوطه جدا جدا جدا، وهتطلع معانا طريه. وهقولك على التريكات اللي هي تخلي القرص تطلع طريه معاكي وما تنشفش منك بعد ما تطلع من الفرن. بس قبل ما ابدا الفيديو، لو اول مره تدخل القناه ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس علشان تتابع كل جديد. يلا بينا نبدا على طول. معايا هنا في العجان كيلو من الدقيق، عليه معلقه كبيره خميره فوريه ومعلقه كبيره بيكنج باودر ومعلقتين كبار سكر ونص معلقه صغيره ملح. ما نكترش الملح، واقلب المكونات الجافه دي كويس جدا مع بعض لحد ما اتاكد ان كل المكونات اختلطت مع بعض كويس في الدقيق. وهبدا ان انا اضيف على دقيق كوبايه كبيره من السمنه السايحه، انا مدوباها وسبتها تبرد في جنب خالص عشان ما تفسدش الخميره. وهقلب كويس جدا مع بعض لحد ما اغلف الدقيق بالسمنه، ولحد ما اتاكد ان الدقيق اتغلف كويس بالسمنه هفضل اقلب كويس جدا لحد ما الدقيق يكون اتغلف كويس بالسمنه. وبعد كده هبدا ان انا اضيف لبن رايب من نفس الكوبايه اللي كان فيها السمنه، هضيف كوبايتين كبار من اللبن الرايب. وهكمل اضافه اللبن الرايب واحنا شغالين في العجان. هشغل العجان وكل ما الاقي ان العجينه محتاجه لبن هضيف لها بالتدريج لحد ما نوصل لقوام عجينه في ايدك كده يكون ناعم وطري. والعجينه سهله جدا، ممكن تشتغليها بايدك عادي لو ما عندكيش عجان. دلوقتي هضيف شويه من اللبن الرايب لان حسيت ان العجينه محتاجه حبه لبن برضو. ممكن اللبن يزيد او يقل على حسب نوع الدقيق اللي شغالين بيه. دلوقتي هنقفل العجان ونشوف قوام العجينه عامل ازاي. العجينه كده حلوه جدا جدا معايا. هشيلها من العجان وهغطيها. هغطيها باي حاجه، انا هنا غطيتها بستريتش راب وبعد كده هغطيها بفوطه. وبعد كده هسيبها حوالي نص ساعه تخمر وارجع اشتغل بيها تاني. وبعد ما العجينه خمرت معايا وتضاعف حجمها هنزل بيها على الرخامه. وهيكون في جنبي صينيه انا مجهزاها ودهناها مسحها مسحه زيت خفيفه خالص. وهقطع العجينه قطع صغيره، طبعا الحجم اللي عايزينه اللي انتوا بتفضلوه، يعني حابينها تكون صغننه خالص، حابينها تكون وسط، حابينها تكون كبيره، على حسب انت حابه حجم القرصه تبقى عامله ازاي. هلفها في ايدي كده زي الكرة بالشكل دواير، وهقطع العجينه كلها بنفس الحجم وهحطها في الصينيه على طول. وهكمل بنفس الطريقه دي وبعد كده هفردها بشكل دائري وهي في الصينيه، وسمكها ما يكونش رفيع، يبقى حوالي سنتي كده. العجينه ناعمه جدا وهتلاقيها بتفرد معاكي بسهوله. انا هنا بعد ما خلصت مثلا انا هنا عملت كميه منها وفردتها. بعد ما خلصتها خالص هسيبها تخمر تاني. هغطيها في جنب، هغطيها برضو في فوطه وهسيبها على جنب وهسيبها تخمر تاني لمده نص ساعه. وبعد ما القرص خمرت للمره التانية هدخلها الفرن على درجه حراره 180 لحد ما تاخد لون حلو. لو احتاجت تشغل الشوايه هشغل لها لمده دقيقه كده تاخد لون من فوق واطفيها. ما شاء الله القرص طالعه تحفه وهي خارجه من الفرن. رشيت عليها بقى حبه ميه، رشه ميه كده من فوق بسيطه علشان ما تنشفش، واغطيها لحد ما تبرد واشيلها من الصينيه. وده شكلها بعد ما خلصت. الكميه حلوه جدا وخفيفه وطريه جدا ومقاديرها بسيطه خالص. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل اشتراك ولايك وتفعل زر الجرس عشان تتابع كل جديد.